النهاردة هنتعرف على أكلات هتدمر عضلاتك. في ناس بتتمرن بانتظام وبتتعب في الجيم وبتاكل كتير وبرضه مش بتشوف تضخيم حقيقي. المشكلة مش دايماً في التمرين، أحياناً المشكلة في الأكل اللي بيهد مجهودك من غير ما تحس. مش كل سعرات بتبني عضل، في أكلات بتبطئ التعافي، تزود الالتهابات وتخلي جسمك يخزن دهون بدل ما يبني عضلة. خلينا نتكلم عن أخطر 5 أكلات ممكن تدمر نتائجك. شفائيات. أول أكل، المقليات الغرقة في الزيت. الأكل المقلي بيحتوي على دهون متحولة وزيوت متأكسدة، بتزود الالتهاب داخل الجسم. الالتهاب العالي بيبطئ الاستشفاء العضلي وبيخلي العضلة تتعب أسرع وتتعافى أبطأ. كمان المقليات بتدي سعرات عالية جداً من غير قيمة غذائية حقيقية لبناء العضلات، يعني طاقة مؤقتة ونتيجة ضعيفة. لو داخلين على رمضان زي ما اشتغلنا قبل كده على الفطار الصحي، خلي السمبوسة والمقليات باعتدال جداً علشان تحافظ على الأداء بعد التمرين. تاني أكل، السكريات العالية والمشروبات الغازية. السكر البسيط بيرفع الأنسولين بسرعة وبعدها يحصل هبوط مفاجئ في الطاقة. النتيجة خمول أثناء التمرين، تركيز أقل وأداء أضعف. السكر الزايد كمان بيزود تخزين الدهون وبيقلل حساسية الجسم للإنسولين مع الوقت، وده معناه إن جسمك يستخدم الطاقة بشكل أسوأ ويستفيد أقل من الأكل. بدل المشروبات الغازية، اختار مية أو عصير طبيعي من غير سكر مضاف. تالت أكل، الوجبات السريعة الفقيرة بالبروتين. البرجر التجاري، البطاطس المقلية والسندوتشات الجاهزة بتكون عالية السعرات، قليلة العناصر البناءة. جسمك بياخد طاقة لكن مش لاقي بروتين كفاية يصلح الألياف العضلية. النتيجة سعرات كتير من غير تضخيم. لو هدفك تبني عضلة، كل وجبة لازم يكون فيها مصدر بروتين واضح. رابع أكل، الأكل المصنع عالي الصوديوم والمواد الحافظة. الأطعمة المصنعة بتحتوي على صوديوم عالي ومواد حافظة كتير، ده بيزود احتباس السوائل وبيأثر على توازن المعادن في الجسم. كمان بعض المواد المضافة ممكن تزود الإجهاد التأكسدي. اختار أكل طبيعي قدر الإمكان، مكونات بسيطة وواضحة. خامس أكل، تجاهل وجبة ما بعد التمرين. دي مش أكلة بعينها، لكنها أكبر خطأ غذائي. بعد التمرين جسمك محتاج بروتين لإصلاح العضلة وكربوهيدرات لتعويض الطاقة. تأخير الأكل لفترة طويلة بيزود تكسير العضلات وبيقلل الاستشفاء. وجبة بسيطة متوازنة بعد التمرين ممكن تفرق جداً في النتيجة، زي فراخ مع رز أو بيض مع خبز أو زبادي مع فاكهة. نقطة مهمة جداً، الأكل اللي يدمر العضلة مش معناه إنك ما تاكلوش نهائياً، لكن المشكلة في الكمية والتكرار. جسمك محتاج بيئة تساعده يبني، مش تعرقل التعافي. ولو بتطبق نظامك في رمضان زي ما حضرنا قبل كده، ركز إن الفطار والسحور يكونوا فيهم بروتين كفاية ومية كفاية، وخلي الحلويات باعتدال علشان تحافظ على الكتلة العضلية. الخلاصة، في 5 أكلات بتبطئ أو تدمر بناء العضلات: المقليات التقيلة، السكريات والمشروبات الغازية، الوجبات السريعة الفقيرة بالبروتين، الأكل المصنع عالي الصوديوم، وتجاهل وجبة ما بعد التمرين. لو هدفك تضخيم حقيقي، اختار أكل يبني جسمك مش يهده. لو حاسس إن أكلك كان سبب في ثبات نتائجك، اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك فيديوهات تساعدك تبني جسمك صح. واكتب في الكومنت أكتر أكلة كنت بتاكلها ووقفت تقدمك.